بمناسبة أسعار الفراخ اللي بقت مولعة، علشان كده هنعمل فرختين حلوين قوي في البيت. أحلى فراخ مشوية هتاكليها في حياتك في البيت، بجد طعم وريحة، حاجة لذيذة كده، بجد مشوية بس هتقولي عليها حلوة قوي. التتبيلة بتاعتها خطيرة، هنعملها سوا أنا وإنتو. يلا، أتمنى المتابعة على الفيسبوك واليوتيوب، وتنوروني أجدع ناس في الدنيا باشتراك ولايك وشير كمان. ربنا يسعدكم ويخليكم ليا، وهنعمل احلى كوسه واحلى رز مع بعض. اكله حلوه قوي بجد، هتفتح النفس. يا رب كل اللي هيفرحني ربنا يفرحه، كل حلم نفسه يحققه. هنا انا نضفت الفراخ بتاعتي تنظيفه كويسه، وحطيت الميه على النار وسلقتهم اهو. وهنزل بكل التوابل الموجوده عندي في البيت، كمون وفلفل واسمر وكزبره وحبه كاري كمان. وهننزل بالبصلة بتاعتنا، عايزين تحطوها كده حطوها، بس انا بحب اقطعها، بقول هتدخل في الرز هتدخل في الطبيخ، بدل ما اخدها ارميها. نعمة ربنا ما تترموش. كده كده الفراخ بتاعتنا متنضفة كويس بليمون وخل، ونقعينها كويس وبملح، وشطفينها كذا مرة، فاكيد باذن الله هتطلع مننا حلوة خالص. هنقلب كل ده، وهنحط كمان معلقة توم نية، وهنسيبها بقى تستوي مع نفسها. هنا انا قطعت بصلايه كبيره حلوه، وكمان معلقه توم، ونزلت بالزيت بتاعي، وهشوح البصله بتاعتي، وهنعمل احلى كوسه في الدنيا من ايد سوبر ماما. هنا التوم ابتدى يحمر معايا، انا مش عايزه التوم يحمر قوي ولا كمان البصله، يا دوبك تتشوح معايا كده. بس الكاميرا دايما بتبين حاجات مش حقيقيه. هنا نزلت بالصلصه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، الكميه بقى اللي انت عاملاها واللي انت حابه. تحطي حبه سكر صغيرين، ربع معلقه صغيره. مقدار الكوسه بتاعتي، انزل بالكوسه بتاعتي كمان. انا شرشرتها بالسكينه بتاعتي ونضفتها كويس، وقطعتها كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، وهبتدي اقلب كل ده. دي اهم خطوه في البطاطس او في الكوسه اللي انت هتعمليها، ان انت تتبليها مع بعض وتسيبيها شويه. وهنزل المكعب المرقه الماجي بتاعتنا، اي ماجي بقى احطيها، والتوابل بتاعتك، فلفل اسمر وكمون وكزبره وكاري لو حابه، وكمان شطه. الشطه بتفرق قوي يا جماعه في الاكل، حتى لو حتى صغننه من الشطه او ربع معلقه. المهم ان انتوا تحطوا نسبه شطه صغيره كده، ان بتغير الاكل وبتوديه في حته تانية قوي. هنا حطيت شطتي بقى الهريسه اللي ما اقدرش استغنى عنها. هقلب كل التتبيله بتاعتي دي، وهسيبها كده من ربع ساعه لنص ساعه. مفيش وقت يا ست الكل، اشتغلي على طول ولا يهمك. قلبك الابيض ونفسك الحلو هيطلع معاكي احلى اكل. هنا هنزل بالشوربه بتاعتي، وطبعا هنحط حبه زيت او معلقه سمنه، بس انا بفضل في الكوسه او البطاطس احط الاتنين، علشان الزيت بيطريها كده بيخليها سايله، اما السمنه بتديها طعم، وبرضك بتخليها حلو. زي ما انتوا شايفين هننزل بالسمنه بتاعتنا او الزيت او الاتنين مع بعض، ونقلب كل دول، وهندخلها الفرن. احلى اكل تاكليه ان انت تدخليه الفرن، ممكن تسيبيها 5 دقايق من فوق، وبعد كده تزقيها في الفرن. الورق اللوري وكمان الحبهان، ولو حابين كمان مستكه مش مشكله، بس كل ده احنا بنبقى حاطينه في الشوربه. بس برضو كان بضيف هنا بقى البهارات بتاعتنا الاحلى، خلطه فراخ، ليمون وفلفل اسمر وشطه وكاري وصلصه وطماطم ودبس رمان وكمون وكمان توم ني. كل ده هنقلبه مع بعض، وكمان والملح بتاعنا هنظبطه، ندوق طبعا التتبيله دي نخليها ملح معانا مظبوطه، وننزل على الفراخ بتاعتنا اللي بقت مولعه، وكل حاجه مولعه. مش احنا دينا عايشين وبنحمد ربنا على كل حاجه. هنتبل الفرخه بتاعتنا بقى كده شمال ويمين، ونحطها تحت الشوي، ديكي احلى فراخ مشويه، طعم وريحه ولون. عايزه اقول لكم انا الطريقه دي بتخليني من حين لاخر مش قادره، نفسي فيها الاكله دي، وطبعا ببقى عايزه اعملها على طول، بس لازم ننوع في اكلنا علشان نحس بكل حاجه حلوه احنا بنعملها. لما نيجي نعملها بتطلع معانا حلوه. لازم الاختلاف طول الوقت عشان نحمد ربنا على نعم الكتيره اللي في حياتنا. واهم حاجه تبس الرمان. رحتوني باللايك والمتابعه ولا لسه؟ هنا عملت احلى رز بالشعريه لاولادي بالهنا والشفا. هنا الكوسه بتاعتي حطيتها في الفرن زي ما قلت لكم، وهنا الفراخ برضو حطيتها تحت الشوايه، شويتها. اول ما خلصت الوش ده قلبتها على الجنب التاني. المهم تخلي بالك وانتي بتحطيها عشان ما تتحرقش معاكي. انا النار كانت عندي عاليه ما شاء الله، يعني لسوعتهم لي، بس لا كانوا حلوين. يتهيأ لكم ان هم محروقين، بس هم مش محروقين. زي ما قلت لكم ان الكاميرا ما بتبينش كل حاجه على حقيقتها. هنا اللون غامق معايا، بس الحمد لله دي كانت القشره، بس هي كده زي المشويه.
تديكي طعم المشوي وحلاوة المشوي، حاجة عايزة اقول لكم فظيعة. والاحلى كمان لو سبتوها قبل ما تدخلوها الفرن شوية في التتبيلة. ولو ما فيش وقت زي ما انا عملت كده، دخلي يا ست الكل ولا يهمك، عملت احلى طبق شوربة ولادي، واحلى صينية كوسة، وكمان احلى رز بالشعرية. اتمنى المتابعة على الفيسبوك واليوتيوب باذن الله. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما في خير وسعادة من عند الله. ربنا يسعدكم ويحقق لكم كل الاماني الحلوة. بحبكم كتير. اكتبوا لي وقولوا لي بتتابعوني من اي